أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن العملة النادرة في زماننا، عن الوفاء. الوفاء مش بس إنك توفي بعهد قطعته، الوفاء هو إنك تفضل حافظ للجميل وللعشرة حتى لو الظروف اتغيرت، وحتى لو الشخص اللي كنت معاه ما بقاش موجود في حياتك. هو نبل بيظهر في المواقف الصعبة قبل السهلة، وهو اللي بيميز القلوب الأصيلة عن غيرها. ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين الصادقين خلى الوفاء بالعهد صفة أساسية فيهم، وقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوفاء هنا بيبدأ من علاقتك مع ربنا وبينعكس على علاقتك بالناس. الإنسان الوفي إنسان ثابت، لا بيغيره وقت ولا بتبدله مصلحة، وعشان كده ربنا وعد الوافين بالأجر العظيم، لأن الوفاء بيحتاج مجاهدة للنفس ضد النسيان أو الجحود. أجمل درس ممكن نتعلمه في الوفاء هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حتى بعد وفاتها بسنين طويلة. في يوم استأذنت هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة إنها تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها وكان شبه صوت السيدة خديجة ارتاح جدا وتأثر وقال: اللهم هالة. ولما السيدة عائشة غارت وقالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها، رد النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوفاء وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس. ده هو الوفاء الحقيقي، إنك تحفظ قدر الشخص اللي وقف جنبك في ضعفك حتى لو كانت الدنيا كلها نسيته. الوفاء بيبدأ من أبسط الحاجات، إنك تحفظ سر صاحبك حتى بعد ما تختلفوا، إنك تدعي لوالديك اللي ربوك وتعبوا عشانك، إنك ما تنساش إيد اتمدت ليك بالخير في يوم من الأيام. الوفاء هو اللي بيدي للحياة طعم الأمان، وبيخلينا نثق إن لسه فيه خير في الدنيا. جربوا النهاردة تفتكروا شخص كان ليه فضل عليكم واسألوا عنه أو ادعوله. كونوا أوفياء للجميل عشان تعيشوا بقلوب نقية يمكن كل وفاء وإخلاص.